رحلة القناطر. القرار جه ان احنا نروح في يوم وليلة حرفيا. اي نعم انا معرفش حاجة هناك، لكن المكان طلع حلو جدا والرحلة طلعت لذيذة عائليا، وبإذن الله هرجع ازورها تاني. القناطر هناك دلوقتي بقت متقسمة لحدائق. احنا رحنا حديقة اسمها العلوة الشرق، كنا يوم جمعة، والتذكرة للفرد ب30 جنيه وللأطفال ب20 جنيه، والأسعار دي أقل 10 جنيه في الأيام العادية غير الجمعة. ليه؟ ما الأسئلة دي عيب، ما ينفعش. انا تقريبا من اول ما دخلت القريه كده ما كنتش متوقع ان انا هلاقي المكان بالجمال والنظافه ده، لان انا كانت كل فكرتي على القناطر اللي هي مجرد بس الشكل بتاع مجرى العيون ده ورحله في النيل وخلاص. لكن لما دخلت فعلا لقيت المكان نظيف. المساحات الخضراء فيه كبيره قوي. المنظر نفسه راقي بالرصيف والحدائق اللي هي متوزعه يمين وشمال، لان لما عرفت ان الحديقه تقريبا متوزعه على مساحه 14 فدان، فالمساحات الخضراء اللي فيها شاسعه. يمكن الحديقه اللي عايز يروحها يبقى يعني ايه مقتصر بس فقط على ايه، على القعده اللي هي وسط الخضره على هوا النيل والدنيا وكده، يبقى الدنيا تمام، لان هي تقريبا ما فيهاش اي انشطه تانية. المكان نظيف زي ما انتم شايفين، في برجولات متوزعه، في دكك. بس يمكن الاستفادة الأكتر من الحديقة في إن أنت تجميع عائلي لذيذ بقى، اللي هو القعدة بتاعت زمان بتاعت شم النسيم دي، تفرش بقى وتجيب تساليك وتجيب فاكهتك والدنيا التمام فيها. مجرد الأنشطة الإضافية في الحديقة إن هي بس فيها ملاهي أطفال بسيطة كده، وفيها طبعا الممشى بتاع النيل، وإن أنت تركب مركب وتاخد رحلة في النيل. دي يمكن اللي هي الأنشطة الإضافية اللي أنت ممكن تقدر إيه تستفيد بيها في الحديقة هناك. على قد بقى إن أنت رايح تتجمع مع العيلة بقى والأطفال والكورة والجو بتاع زمان ده اللي أنت هتقدر فعلا إن أنت تنبسط وتستمتع بيه في الحديقة هناك. افرش وخد وقتك واقعد زي ما أنت عايز. وطبعا في كافيتيريا هناك، ولو انت عايز منها شاي وقهوة الكلام ده كله ده متوفر هناك. النصيحة مني ان انتوا تروحوا في الشتاء، ما تروحش في الصيف، لان زي ما انتم شايفين المساحات الخضراء هناك يمكن هي الطابع الاكبر في الحديقة. مفيش اماكن ظل هناك كتير غير هي بس يا دوب البرجولات والدكك برضو الصغيرة دي. لكن غير كده مفيش تقريبا اي مكان ممكن تستظل فيه من الشمس. يعني روح في الشتاء هتنبسط. لكن في الصيف انت ممكن تلعن اليوم اللي انت رايح فيه، لان طبعا الحديقه الغرض الاساسي بتاعها هو ان انت بس تستفيد من الايه من قعده الخضره والشمس والهواء طبعا الجميل بسبب نهر النيل. الموضوع هناك فعلا لذيذ ويستحق الزيارة. المكان نضيف، واللي أنا شفته من جوه من شكل راقي وتوزيع أشجار حلو والدنيا تمام. أنا سامحت خلاص في10 جنيه زيادة اللي أنا دفعتها. طبعا الفسحة دي يمكن أحسن للناس الكبيرة اللي حابة إنها تقعد في خضرة ووسط الشمس والكلام ده كله. المكان حلو فعلا ويبقى مناسب جدا ليهم. وزي ما قلت لكم التجميع العائلية القديمة بتاعت زمان دي، لو احنا عايزين نكررها وعايزين نعملها وعلى قد كده بس من غير أي أنشطة إضافية، لا الحديقة هناك فعلا جميلة وممتعة للغرض ده. بس وبعد ما خلصنا جولة فينا اللفة الحلوة دي في الحديقة وشفناها كده، دخلنا بقى في معضلة حيدر أليف. حيدر أليف هو أنت عارفه؟ يا راجل ما تهزرش. حيدر هو بالقعدة دي يبقى حيدر باشا أليف بقى. مش مصري، يبقى تركي. هو انا عارفها، بس مش عارف اذا كنت اللي انت بتقوله مصدقه ولا لا. بتتكلم جد والله؟ خلي بالك انت لو كلامك صح ده انا اطلعه لك في الفيديو. حديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية. تصدق صحيح؟
وطلع عنده حق فعلا. والملفت للانتباه هناك كمان ان في اشجار ضخمه جدا باين عليها انها عتيقه أوي. عرفت تقريبا ان في اشجار معديه عمرها اكتر من 100 سنه. الاشجار دي زي تحف بجد هناك. المفروض كان يتعلق عليهم فعلا زي معلومات عن كل شجره كده، عمرها، الاسم، الموطن، شوية تفاصيل ممكن تتعلق على كل شجرة، فإن احنا نعرف منها عمر الشجرة وأصلها والكلام ده كله. لأن هي يا دوب هي شجرة واحدة بس اللي كان متعلق عليها يافطة مكتوب عليها الاسم ومكتوب عليها الموطن بس مش أكتر. فحاولوا حتى تقروا الاسم كده لأن أنا الاسم كان غريب أوي عليا. بعد كده بقى اتجهنا ورحنا قعدنا على النيل شوية في الممشى اللي معمول هناك. الممشى شكله حلو، هو مش طويل قوي، لكن قعدته كويسة، والهوا بصراحة هناك كان يرد الروح في توقيت شهر واحد اللي احنا كنا رايحين فيه. وكمان مسموح هناك للناس اللي عايزة بقى تصطاد يجيب سنارتك وقف واصطاد عادي براحتك، مفيش أي مشكلة. والكافيتيريا كمان تقريبا على الممشى بالظبط لأي مشاريب بقى انتوا هتحتاجوها. وبعد كده اتوجهنا بقى وابتدينا الرحلة النيلية اللذيذة بتاعتنا. وبصرف النظر عن الاستمتاع بالجو والرحلة في المياه نفسها، لكن شكل القناطر من قرب والعيون دي ليها إحساس تاني. انت عارف ان انت واقف قدام مشروع ضخم جدا، ليه تاريخ كبير وليه اثر اقتصادي عظيم على مصر. لان المشروع ده يمكن اللي فكر فيه كان محمد علي باشا، وهو اللي حط له حجر الاساس، والمشروع استمر بناؤه لاكتر من 20 سنه. المشروع تقريبا في تكلفته في وقتها كان عامل 1,000,000 جنيه. فلك ان تتخيل ان مدى ضخامة المشروع ده كانت عاملة ازاي. المشروع خدم كتير في نظام الري، لان يمكن مدن وقرى الدلتا ما كانش بيوصل لهم مية النيل، فكانت بتكتفي بالمحاصيل الشتوية بس. لكن بعد القناطر الخيرية ابتدى ان هم يزرعوا المحاصيل الصيفية لما قدر ان هو يوصل لها مية النيل. طبعا المنطقة الجغرافية للقناطر الخيرية مميزة جدا جدا، لأن هي تقريبا أول تفريعة في نهر النيل من منبعه لحد ما يوصل للنقطة دي، وبيتفرع ساعتها لفرع دمياط وفرع رشيد. وطبعا لأن المنطقة دي عامرة بالمية، ففي هناك يمكن أراضي وحدائق ومتنزهات بتمتد تقريبا لأكتر من 500 فدان هناك. والمركب بقى اللي هتاخدها هناك هتكلفك تقريبا في حدود 200 ل 250 جنيه لمدة ساعة في المية، بيفرجك على فرع دمياط وفرع رشيد وفي قصر محمد علي باشا هناك. ويمكن التكلفة دي تزيد شوية لو هيشغلك أغاني ما تكئبكش. عيني انساك والدعاء من بين ايديا، واتنسيت كاني ما جيت، ولو حسيتها تتأثر بالاغنية اوي. وخلصنا من هنا ورحنا الملاهي وبسرعة علشان نلحق نتخلص من التأثير ده. ويمكن الملاهي هناك ملاهي بسيطة جدا، يعني عبارة عن مراجيح وزحاليق وعربيات كهرباء. يمكن الأسعار بتاعتها من تذكرة دخول الطفل المراجيح والزحاليق دي 5 جنيه، تقريبا العربيات الكهرباء دي أغلاهم العربية ب20 جنيه التذكرة. لعبوا بقى الأطفال شوية هناك وإحنا شاركنا يعني شوية وقضينا برضو وقت لطيف هناك. هو يمكن بس العتاب على الحديقة كلها إن مفيش مسجد، يعني إحنا اضطرينا إن إحنا نصلي في الجناين عادي، لأن ما كانش فيه مسجد جوه الحديقة نفسها. بس وقضينا وقت لطيف جدا واستمتعنا، وآن أوان خلاص بقى المروح، ولمينا العدة ولمينا أشيائنا وخلاص. بس كانت رحلة لذيذة جدا وممتعة، وفكرتنا بجد بالرحلات البسيطة بتاعت زمان، زي بتاعت شم النسيم والرحلات بتاعت الحدائق المفتوحة اللي كانت موجودة في مصر كتير زمان. واستمتعنا بجد إن احنا قضينا يوم مميز ويوم مختلف وفي مكان جميل وراقي ونضيف وغير مكلف. ونصيحة يا جماعة، زوروا الجناين والحدائق دي هتستمتعوا بيوم مختلف هناك ومناظر جميلة جدا.